الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا ومرحبا بكم في مراجعة وحل مادة البايو. اول سؤال معانا يا شباب بيقول لك ان الكربوهيدرات بيكون الاونلي سورس المصدر الوحيد للطاقة في جسم الانسان. يعني انت ما عندكش بروتينات، ما عندكش فيتامينز، مع كل الحاجات دي. طب ما انا الكربوهيدرات بس هي اللي بتديك الطاقة؟ اكيد لا. فاول سؤال كده معانا غلط. طبعا انتوا هتلاقوا الاجابات ايه موجودة تحت هنا. تعالوا اوريكم بس الاول الانسرز اهي. تمام، اول سؤال معانا غلط. نيجي بعد كده يا شباب رقم 2 بيقول لك ان فيتامين سي كانت بي ستورد. تركز كده، فيتامين سي الاسئله دي مهمه، اكتب لي عليها كده ان شاء الله باذن الله. اول سؤال ده كده ممكن يجيلك نصا في الامتحان، تمام؟ ده لو ما جالكش واحد شبهه. طيب تاني سؤال بيقول لك ايه؟ ان فيتامين سي كانت بي ستورد مش هينفع اخزنه في الجسم فبيحصل له اكسكريتد او اخراج في اليورين. طبعا صح، تمام. طيب عندنا الاسينشال امينو اسيد، ما قلتش الان اسينشال او نون اسينشال، لا بقول لك الامينو اسيدز الاحماض الامينيه الاسينشال كان تبي ساينايز، مش هينفع اعمل لها تخليق عن طريق. طب مش هي اسينشال؟ مش احنا اتفقنا يا شباب وانا بشرح قلت لكم بما ان الحاجه ضروريه معنى كده ان جسمي مش بيخلقها، معنى كده ان انا لازم محتاجاها من بره ضروري لان جسمي مش بينتجها، فمفيش مصدر في جسمي يطلعها، فبالتالي انا محتاجاها من بره، فبالتالي هي اسينشال وضروريه، فبالتالي هي فعلا كانت ساينايزد او مش بيحصل لها تخليق عن طريق الجسم، ولازم اجيبها من مين؟ من الطعام بره. لكن النون اسينشال مش لازم احصل عليها في الطعام بره لان جسمي بيعمل لها ايه؟ ساينيز. فالاجابه هنا صح، والسؤال ده لو ما جاش في الامتحان اتحاسب بيها. انا جايبه لكم اسئله تيبيكال اللي هتيجي في الامتحان باذن الله، ومستنيه منكم رساله. يعني يا شباب ادعموني، اذا حسسوني ان انا بعمله فارق معاكم فعلا. يعني مش عارفه انتوا ليه محافظه سلبيه بجد. يعني اسيوط لو دخلت لقيت سؤال من اللي انا كنت جايباه في الامتحان بيدخلوا يعملوا لي، بيرجعوا يعملوا لي فرح حرفيا وشكرا يا دكتور. بحس ان انا بقى بيشجعوني ان انا اتعب اكتر وادي لهم اكتر واحل معاهم اكتر وراجع اكتر. لكن انتوا ولا عدد ولا في تفاعل ولا اي حاجه خالص. فانا مش بحس ان انا بكلم نفسي، فاهمين؟ عشان تبقى بس عشان تبقى فاهمين الدنيا بتبقى ماشيه ازاي. يعني رقم 4 الجلايكوجين بيكون المين فورم، الشكل الاساسي للكربوهيدرات. الجلايكوجين، ها ركز كده معايا، هل الجلايكوجين هو المين فورم لتخزين الكربوهيدرات في البلانتس في النباتات؟ اكيد لا. الاجابه هنا ايه؟ غلط. طب الفيتامين دي، انا عايزاك تركز لي على الفيتامين يا شباب، الفيتامينز مهمه جدا. فيتامين دي هو ضروري ونسيسري للكالسيوم ابزوربشن او امتصاص الكالسيوم من الانتستين. فيتامين دي ده طبعا معلومه موجوده مباشره عندك في الكتاب، ممكن اقول لك صفحه كام دلوقتي كمان. فطبعا الاجابه صح، وسؤال مهم جدا جدا للامتحان. طيب الانساتوريتد فاتس، الدهون انساتوريتد، الدهون غير المشبعه، عشان انا اتكلمت على الدهون المشبعه كتير والدهون غير المشبعه كتير. طب الدهون غير المشبعه دي كونتين اتليست على 1 دبل باوند بتوين، ركز كده، بتوين الكربون اتومز او ذرات الكربون. ايوه صح، لو شفت وانا برضو بشرح معلومه برضو بشكل دايركت فالاجابه صح. 7 البروتينات كان فانكشن از انزيم، البروتينات ممكن تعمل وظيفه زي الانزيمات but they don't play any role، لكن ملهمش دور في الاميونيتي او في المناعه. غلط السؤال او غلط. وخلي بالك بقى السؤال اللي بيكون قسمين زي كده ممكن تلاقي النص الاول صح بس النص التاني ايه؟ غلط. don't play any role، ملهاش اي دور في المناعه البروتينات. طب امال ازاي؟ فالاجابه هنا غلط. 7 غلط. 8 فيتامين بي 12، وانا قلت لك ان فيتامين بي 12 مهم جدا جدا وانا بشرح. فيتامين بي 12 ديفيشنسي كوزس برينشياس انيميا. فيتامين بي 12 يا شباب بيعمل لي برينشياس انيميا. ايوه صح، لو حصل له نقص فيتامين بي 12 ديفيشنسي نقصه. فبرضه مهم جدا تعرف لي وانا كل المعلومات اللي انا جايبها لك دي كمان انا وانا بشرح قلت لك عليها في المحاضره انها مهمه وجايه في الامتحان. تعالى بقى اللي جايه دي خطيره، بيعمم لك يا باشا كل الفيتامينز بتكون فات سوليبل، كلها فات سوليبل بتدوب في الدهون، كل الفيتامين اكيد لا. تمام. 9 غلط. 10 الاسينشال فاتي اسيدز، هي اسينشال يعني ضروريه لجسمي، دي بتشمل ايه بقى؟ ما هو انت لازم تعرف ايه اللي من ضمن الاسينشال فاتي اسيد. فطبعا السؤال هنا صح،
تمام. طب 11 الكالسيوم ديفيشنسي، نقص الكالسيوم بيؤدي لاوستيوبوروسيس وهشاشة في العظام في الناس الكبيرة. ده بديهي، اي حد كان بيبقى عنده هشاشة في العظام يقولك كان عنده نقص كالسيوم وهو صغير، ف11 صح. 12 الفايبرس بروتين بيكون spherical and contribute to enzyme formation. يعني يا شباب الفايبرس بروتين، ركز كده معايا في 12، الفايبرس بروتين بيكون شكلها او بيكون هي spherical وبتساهم في ان احنا نعمل تكوين الانزيمات. ايه اللي جاب الفايبرس بروتين؟ ايه ده؟ طبعا 12 غلط. 13 الزنك بيكون رير، هو معدن نادر ولكنه اسينشال لمين؟ لتخليق الانسولين. السؤال بتاع 13 ده حلو قوي قوي، طبعا صح. نادر وبانه نادر بص اي حاجه نادره هتلاقيها مهمه عامه، فهي اسينشال ضروري جدا لتخليق الانسولين، صح جدا. فيتامين كي 14 برضو سؤال حلو قوي قوي قوي. الفيتامين كي طبعا مهم جدا لتخليق او للبلاد كلوتينج او لتجلط الدم، طبعا 14 صح. سؤال حلو قوي قوي قوي. يعني انت عندك 1 حلو و2 حلو و3 او معظم الاسئله عامه كلها حلوه. فيتامين دي السؤال بتاع رقم 5 حلو قوي. 6 حلو قوي قوي قوي. 14 حلو قوي. خلاص عندك 15 بيقول لك ان الكربوهيدرات بنعمل لها تخزين في العضلات زي السليلوز. ده جت ازاي؟ الكربوهيدرات تخزين بنعمل لها ستورد او تخزين في المسلز زي السليلوز، ده ازاي؟ طبعا فطبعا اجابه غلط. 16 النون اسينشال، طبعا هي نون اسينشال فانا الجسم بتاعي بيعمل لها تخليق فعلا، فدي حقيقه، ده لسه قايلينها فوق. 16 كان معتمد على سؤال فوق عادي، اللي حل ده يحل ده. 17 الفوسفور ديفيشنسي، نقص الفوسفور، ركز كده، نقص الفوسفور يا باشا ماله يا دكتور؟ ده بيليد تو ماسل ويكنس، ضعف في العضلات. سؤال حلو قوي قوي قوي، طبعا صح. 18 الفاتس بتكون the most energy dense source مقارنة بالكربوهيدرات والبروتينز. الإجابة صح فعلا، هي فعلا أكتر حاجة. طب أنا عندي 19 الهيبرين، برضو سؤال 19 حلو، بيأكتس as anticoagulant، معروفة هيبرين منع للتجلط، فإجابة صحيحة. 20 الأوفر دوز من الفيتامين دي، لما تكون الجرعة زيادة من فيتامين دي كان كوز توكسيسيتي، لو أنا خدت جرعة زيادة من فيتامين دي هتعمل لي سمية. السؤال حلو برضو وصح، تمام. رقم 21 كل المونوساكريد السكريات الوحيدية بتحتوي على السيم نمبر من الكربون اتومز، كلهم لهم نفس عدد الكربونات ذرات الكربون. إجابة غلط. 22 الكولاجين بيكون اكزامبل او مثال للجلوبيولار بروتين. الكولاجين اكيد لا، مش مثال ليه خالص. طب ده انا كده رقم 22 ايه غلط. 23 فيتامين اي ديفيشنسي، نقص فيتامين اي. السؤال اللي 23 حلو قوي، نقص فيتامين اي بيسبب لي نايت بلايندنس او عامة. طبعا 23 صح جدا وسؤال حلو قوي يا شباب. البرانش هستنى منكم كام سؤال جه في الامتحان من الاسئله دي، لازم تبعتولي. اللي ما بعتوش الامتحان اللي بعد كده سيبكم تراجعوا براحتكم بقى، مش هدخل لكم، بما ان انا رايكم يعني بما ان انتوا بقى الشرح مش فارق معاكم، تمام. طيب 22 وصلنا لحد فين؟ 23 قلناها. 24 البرانش تشين امينو اسيدز، السلسله يا شباب والتفرعات بتاعتها بتشمل الفالين والليسين طبعا لا. 23 احنا وصلنا لحد فين؟ 24 البرانش تشين السلسله بتشمل الفالين واليوسين صح، والايزوليوسين صح جدا. 24 صح. طيب 25 الجليسرين كان بيوزد بستخدمه بشكل ميديكال عشان اعمل ايه يا دكتور؟ اعالج البرين ايديما واي تورمات موجوده في المخ، طبعا صح. 25 حلو قوي قوي يا شباب. هندخل بقى على الاسئله بتاعه الام سي كيو لحد الترو فولس كده. الاسئله اللي انا قلتها لكم دي مهمه جدا.